بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوس لايك واشترك في القناة وما تنسوش الشير وابعتولي أحلامكم زائد الحالة الاجتماعية. ومعانا حلم من عبد اللطيف أعزب. حلمت إني أدخل المسجد الأقصى، مسجد قبة الصخرة، وأصلي به. تفسير الحلم: يدل المنام على الانتصار على الأعداء وزوال الهم والفرج القريب وعلى استجابة دعاء تدعو به، والله أعلم. ومعانا حلم من أم فهد متزوجة. حلمت إني تركت نساء يتكلمون وتركتهم وعبرت طريق واسع متجه إلى بيتنا القديم، وكانت سيارة مسرعة جاوزتها، ثم نمت في المنام ورأيت أني راجعة من نفس الطريق ولم تمر السيارة، وجاءت فتاة مشاكسة تعترضني وأنا أضربها بيدي بقوة للتخلص منها، ولما قلت الله يرحم والديك تركتني واستمريت في العبور ودخلت مكان وجدت أم زوجي الميتة، فسلمت عليها بيدي وقلت لا تقولي لأحد أن زوجة المطلقة تأتي عندها، وأخذت سجادة مبتلة بالماء ووضعتها على مصفى. تفسير الحلم: يدل المنام على زوال الهم والسحر وتبديل حالك إلى أحسن حال، كما يدل المنام على أن حماتك تعذب بسبب سحر عملته لك مرتين وتطلقت بسببها، وانقلب السحر وسوف ينقلب السحر على أخوه وعلى زوجك السابق، والله أعلم. ومعانا حلم من أسماء عزباء. حلمت بسيدة كبيرة في السن مشهورة في اليوتيوب، أعطتني مبلغ 500,000 درهم ملفوفة. تفاجأت وبكيت وكأنني أعرفها جيدا. تفسير الحلم: يدل المنام على أخبار سارة وسوف تحدث لك مفاجأة، والله أعلم. ومعانا حلم من عمر متزوج. حلمت إني ضربت ابن عمتي وهم دايرين ورايا مش عارفين يمسكوني. تفسير الحلم: يدل المنام على حدوث خلافات سرعان ما سوف تزول قريبا جدا، والله أعلم. وأسيبكم على خير وابعتولي أحلامكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.